السلام عليكم الدراري. هذا الجزء الثالث من قصة ولد الحباس، داير الازيات والتكوانة في سيقونت والواقع الصعب. وعمرني سمعت الوالدة كتخسر الهضر حتى لداك النهار. طلعت للدار، السيد مشى وهي مازال كتسب فيه، كتسكت واحد شوية وكتعاود تقول اويلي اويلي على ولد القاف. وانا جالس غير كنضحك واخا قوتها مع الوالد. حتى انا غير بان ليا الساك خرج من الشرجم، ما عقلتش على راسي، تنزلت هزيتو سبقت مولاه. دابا غادي يعرفني هزيت ليه منه، هو راه ما غيدير معايا والو، ولكن ديك الطيحه اللي غنطيح ليه من عينو هي اللي ما حملتش. المهم كنسول الوالده شنو وقع. انا خرجت خليتكم الوالده كتغني وسيمانه كلها كنسمع الطرب والملحون حتى قلبتوها صباط. انا راه تخلعت. عاودي ليه قلت لي بحالي بحالك ولدي، باركين ضاحكين واكلين، تا قالك باغي يتزوج. هادي امتى عرفها؟ بعد هي كانت دي سيمانه باش خرج، هي كانت السيمانه ما خرجش بوحدو. دابا هذا ماشي ديال تدخل عليه للحبس. بقيت غير كنبرد فيها داك النهار. الوالده صدمه خايبه كاع ما تبغيها لعدوك. رجعنا للوقيته قبل ما يتزوج، غير دابا ما عارفينوش فين كاين. سمعت الوالده كدوي معاه في التليفون غاديين يطلقوا. اخر حاجه كنت كنتسناها هي هادي، ولكن العيب من الوالد، ما دار فيها ما يصلح. ما عمرو يلقى وحده تسناه حتى عامين مقادين. الوالده تسناتو 17 عام، ما عمر شي واحد شاف عليها شي حاجه خايبه. دازت وقيته تبقاو يومين الرمضان، عاد عيط ليا في تليفوني قال لي توحشتك، بغيت نشوف قبل رمضان. قلت ليه واخا، الدار راك عارفه الوالد. قال لي لا راك عارف ما نقدرش نجي للدار تما. خرج عندي نتايا نهزك من راس الدرب غدا مع 11، ما تقولهاش ليا. كيف قطع قلتها للوالده، سولتها واش نمشي ولا لا، قالت لي لا سير الا بغيتي تشوفو، ولكن نرجع بكري. داكشي اللي درت لغد ليه خرجت لعندو في ديك الوقيته اللي درنا نتلاقاو فيها. وقفت في راس الدرب بقينا كنتسنى، ما جاش. ضربات 12 ونص والسيد ما كاينش ريحته. كنصوني ليه ما كيجاوبش. حقد ديال بصح اصلا عندي ما يدار حفاظه ورمضان لغد ليه خاصني نمشي للحمام وكداركم عارفين الدراري. رجعت للدار شافتني الوالده راجع كاي، سولتني مالك، قلت ليها شنو كاين ويتبقى تعمر فيا عليه واخا كلامها تقريبا كله بصح. مشيت للحمام ورجعت للدار، تغديت عاونت الوالده كتوجد شي لعيبات الرمضان. عاد عيط ليا جاوبته بجوج كلمات، واش منيتك مخليني كنتشم الساعتين ما تعيطش ليا. وخسر عليا غير ميساج قول لي غير رجع لداركم. بدا ليا بديك الهضره ديال ما مساليش والله غالب. قلت ليه راه ماشي غير اليوم، انت اصلا ما عرفتش مالك. دير في بالك باللي الا رجعتي للحبس ما كاينش اللي غادي يطلع عليك. السيده اللي موالفه تجي لعندك هي حلفات عليك. بقيت داوي معاه، انا كنخاصم عليه وكندير ليه عقلو. قال لي شوف نزل عندي لتحت انا قدام الباب ديال العماره. قطعت ونزلت، كيبان لي واقف بواحد الطوموبيل ومعاه شي وحده. قال لي طلعت قالت لي السلام، جاوبتهم وعليكم السلام وسكت. تحرك بينا، قلت لي راه ما باغيش نتعطل، راه الوالده بوحده وغدا رمضان وهي الدور عندي السيده. قالت لي صبر ولدي غير نبركو في شي بلاصه وندويو، ونعرفك مزيان السيده غتكون كبر من الوالد بشي 10 سنين، وضربتي الشرط بيض وسروال بالجين وزعرة الزعوريه ديال سيدي ربي. ما قدرتش نقول لا. جبت التليفون عيطت للوالده قلت لها راه معاه، وقلت لها واحد الساعه وغادي نرجع للدار ما نتعطلش الوالده. قالت لي صافي. وقف قدام واحد الريستو مقهوده، دخلنا للجرده ديالها ما عرفتوش فين مشى. بقيت مع ديك السيده ما قديتش نشوف لها في عينيها، ما كانش كيصحاب لي كنحشم لها الدراجه. انا صدماتني، ولكن بنت العبد مقهوده بزاف ومهليه في راسها. كتسول فيا كي غادي مع القرايه، كتسول وتنجاوبها. تا قالت لي واش غتصوم هاد العام، باغا تضحك معايا وصافي. وانا مصدمه قلت لها واش اللي خلى السيده اللي تسناتو 17 عام ما غاديش يدير لك بحالها ولا اكثر. بدات كتضحك ما دواتش، جاب ركنه وبدا داوي. قال لي بعد على الصداع وكمل قرايتك وشوف لك شي خدمه زوينه ان شاء الله وتحمر ليا وجهي، واللي احتاجيتيها غادي تلقاها انت والوالده ديالك. ما بغيتكش تاخذ عليا فكره خايبه. انا راه اي حاجه درتها في حياتي والا درتها على ودكم. يمكن جا الوقت باش نفكر في راسي شويه. انا بقيت غير كنشوف فيه واش منيتو كيدوي هاد خونا.
يلا جاب سترباي العشاء. قلت لهم بالصحة انا غنمشي، بقاو كيحلفوا عليا والو، غنمشي هي غادي نمشي. قال لي صبر نوصلك. قلت ليه لا الدار ما بعيداش بزاف وباغيني نتمشى شويه، غير تعشاو نتوما بالصحه والراحه. هو يقول ديك خيتي اللي معاه واش عندك شي 100 درهم تما؟ عرفتي ما حملتوش ديال بصح، خليتها كتحل في صاكا وخرجت. بقيت كنتمشى بشويه حتى وصلت للدار. طلعت لقيت الوالده كتسنى فيا باش نتعشاو انا وياها. عرفتي يخيروني ما بين الوالد والوالده، بيان سي غادي نعزل الوالده بلا ما نفكر. ما عرفتش واش حيت هي اللي كنعقل عليها وصلاتني للمدرسه وسهرات معايا فاش كنت مريض وفاش كنت كنحفظ، وكل شي فيها راجل ومرأة وكل شي في نفس الوقت، حنينه ورجوله. المهم كنتعشاو وكتسول فيا كي دايره هاد خيتي، شنو قالوا ليك وفين مشيتو. المهم داك رمضان داز في شكال بالرجوله. الوالد والوالده طلقوا واخا ما بغاش وبقى كيطلب فيها، هي ما دخلاتش ليها الراس يزيد على هاد الدره. المهم بقى ديما كيعيط ليا وكيسولني واش خاصني شي حاجه، وتيقول لي باش ندير شي يومين ندوزهم معاه. كل مره كندير انا سبه في شكال، غنمشي عنده غيبقى يسولني على الوالده، وفاش نرجع لهندا حتى هي غتبقى تحقق معايا. اللهم بلاش. داك رمضان داز ما كاين غير الصلاه في وقتها وخليت اللحيه. عرفتي الوالده غا كدور وتقول لي حيد، وليتي فوتوكوبي ديال باك. داك العام المشاكل والصداع في الوقيته ديال الامتحان وضارب 16 في الشهاوي. والله تصدمتهم، لا الوالده لا الوالد. قال لي الوالد اللي بغيتي انا ناخذها عليك. قلت لي لا الوالد غير ارتاح ما باغي والو، كل شي عندي. حيت البلان هو كيبغي بحال اللي يعيق على الوالده، كيبغي يعيق عليها بالفلوس زعما راكم عارفين، وانا عارفه ما عندهاش. المهم داك الصيف بديت كنوجد الباك باغي نفرقعو بشي نقطه ما دايراش باش ما نزيدش موراه شي حاجه. مره كنمشي مع الوالده للبحر. الوالد كان مسافر مع مرته، بغاني نمشي معاهم ولكن ما قدرتش. الصراحه تكالت الدراري، مراته زوينه ديال داكشي ديال ستيب مام راكم عارفين. استغفروا ربكم. ان شاء الله والدراري.